بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهاردة الروتين بتاعي بتاع يوم الاحد. انا كنت صاحية عندي مشوار من بدري يعني، ورحت المشوار ورجعت وما كنتش نفسي افطر ولا اي حاجة، مليش نفس خالص بصراحة. فبس عملت كوباية من الديتوكس، ده الديتوكس اللي انا كنت قايله لكم عليه، وكلت معاه بسكوتة كده بالتمر وخلاص. واصلا كنت جاية يعني قرب بقى بعد يعني قولوا مثلا بعد الظهر، فدخلت على طول علشان اعمل الغدا. يعني اليوم بتاعي بدأ بقى بمشوار، وبعد كده مشوار للعيادة يعني المستشفى يعني. وبعد كده جيت بقى علشان ادخل اعمل الغدا. هعمل النهاردة ايه؟ هعمل لهم كبسة لحم، وكمان هعمل جنبها سلطة زبادي بالخيار والثوم والطحينة كده، حلوة قوي. عايزة اقول لكم ان المبشرة دي جميلة، كنت دايما اشوفها على النت واقول دي بلاستيك ومهيش حلوة. السلاح بتاع اللي جوه ده او المبشرة نفسها اللي جوه معدن، لكن كل محتوياتها بلاستيك. بس والله العظيم حلوة جدا، هي عايزة بس ايه؟ نتعامل معاها بالراحة كده. احلى حاجة فيها بقى انها بتبشر الخيارة مثلا، بس بتشيل القشرة قوي، يعني مثلا مش بتنزلش القشرة كلها. فكانت حلوة جدا المبشرة دي. بشرت فيها جزر قبل كده، وبشرت فيها تفاح، يعني هي حلوة. وبشرت فيها اللي هو البنجر، فجميلة قوي. بعمل سلطة بقى الزبادي اللي بحطها جنب الكبسة ازاي؟ ببشر خيارة 2 على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. فانا هعمل كوباية زبادي واحدة، فخيارة كبيرة كده، حبة خيار واحدة، تمام. ف بنزل الزبادي كده، زبادي كامل الدسم عادية خالص. بنزلها على الخيار، وكمان بحط سنة توم مفروم، قولوا مثلا نص معلقة توم صغيرة مفرومة. الناس بقى اللي بتحب التوم اكتر زودي توم زي ما انت عايزة يعني، دي حرية شخصية. احنا بنحبها بس بنحبش التوم بتاعها زيادة قوي، وبنحب الطحينة بالتوم بس ما نحبهاش زيادة قوي. وما كانش عندي ليمون اللي هو الاخضر ده، فاستخدم الليمون اللي هو المعصور الجاهز دوت. وكمان حطيت حوالي معلقة برضو من الطحينة اهو. هحط بقى نص معلقة توم مفروم. بجد بجد بتبقى لذيذة قوي. ممكن بقى تحط لها ملح، كمون، فلفل اسمر، بس بتبقى في منتهى الجمال يا جماعة. وبتبرد كده لو انتي مثلا عاملة الاكل حر، او لو انتي بتحبي تحطي شطة. يعني مثلا الكبسة دي بنبقى نحب ازاز الشطه الجاهزه دي بتاعه الاكل دي، بنحط فوق الاكل كده شطه، فدي جنبها بتهدي كده وبتبرد وبتبقى جميله. يعني انا ما كنتش اعرف السلطه دي، انا بشوفها بتتقدم في المطاعم هنا، وغالبا ما بيحطوش عليها طحينه، هي بتبقى زبادي وخيار بس او زبادي بس. المهم ان يبقى فيه زبادي، سلطه زبادي جنب الاكل، او بيشربوا اللبن الرايب مع الكبسه والمندي والحناز والمضغوط والحاجات دي. الاكل ده جميل قوي قوي، الاكل ده حقيقي ذوق كده. اختيارهم للاكل ده جميل ولا مش عارفه بصراحه يا جماعه. الاكل ده انا بحبه جدا انا والولاد. يعني الفراخ لما تتعمل كبسة او تتعمل مع رز بسمتي او تتعمل مضغوط، او اللي هو في اكلة كمان كنت بعملها والله مش فاكرة اسمها، كانت حلوة قوي، اللي هو بصل محمر مع زبادي وبطاطس والفراخ جواها كده. آه اسمها رايح من بالي، بحبها جدا جدا الاكلة دي، وبرضو بالرز كده. بجد بتبقى الحاجات دي جميلة وكله بيشرب من بعضه كده. المندي ده عظيم، حاجة كده فوق الوصف. انا بتهيألي عملت معاكم المندي قبل كده ولا لا؟ عموما هعمله معاكم تاني ان شاء الله. بحط بقى السلطة دي، يعني دي كوباية زبادي واحدة قسمتها على 2 بولة او طاجن، هقدم في الطواجن الصغيرة دي. كمان ممكن نعمل معاها سلطة ذرة وخضرة اللي هي كزبرة، بقدونس مثلا، وتحطي سماق، وتحطي رمان، وتحطي ليمون ودبس رمان وحاجات من دي. برضو السلطة دي بتبقى لذيذة قوي قوي مع مع الكبسة. بس انا بصراحة ما عملتش غير دي،
وقطعت بقى بصل كده وليمون من اللي هو الكبير ده مع مع الكبسة. والله ما فاكرة يا بنات، انا قطعت ليمون اخضر او ليمون الاصفر، يعني كان عندي ليمون بس قلت اوفره مثلا عشان برضو جربوا كده تبقوا تعصور ليمون كده مع الاكل، على اللحمة كده ولا الفراخ، لذيذ لذيذ جدا والله الاكل دي. حطيت على وشها بقى شوية من زيت الزيتون، يعني انا محطتش معاها زيت زيتون، اهو كفاية الطحينة، بس حطيت زيت الزيتون على الوش كده بس منظر يعني. ممكن تزودي لها كمان كزبرة او بقدونس، حلو، حلو جدا. هنا بقى اهو الليمون ده حلو خالص خالص، بيتاكل اكل كده. انا بقطعه على كيكه اللي انا بعملها لنفسي، اللي هي كيكه دايت، وبداوا كلهم يا جماعه يحبوا الكيكه، بداوا شويه شويه يحبوا الكيكه يعني. جوزي بدا يقول لي هاتي لي اعملي فنجان قهوه، هاتي لي حته من الكيكه بتاعتك دي، فتمام. اجي مثلا داخله اكل حته منها، فيا بنتي بصي خدي داي بس، دوقي داي بس، يا ماما انت حاطه فيها زبيب وانا ما بحبش الزبيب، بس بصي كليها انا هشيل الزبيب اهو ما فيهاش زبيب. فتاكلها فتقولي حلو، حلو يعني ايه، ما عادوش بيجزعوا منها ولا عادوا مثلا يقولوا لي لا والله يا جماعه الكيكه بتبقى في منتهى الجمال. وكل مره بخترع فيها، يعني كل مره مثلا بخترع ايه، مثلا اعمل اضافه تحفز الحرق، اضافه تعمل امتلاء مثلا في البطن وتشبع، بس كده. فبجيب البصل الابيض ده وبقطعه قطع كده، وكمان بقطع الليمون 4/4 بس كده واحطه فوق الرز، وناخد بقى واحنا بناكل نعصر بقى ليمون، ناكل البصل الابيض ده بيبقى بصل طعمه بصل اهو بس مش حر، وبيبقى مسكر كده وجميل، وما بيسيبش نكهة البصل كده في بقنا يعني. لا بجد يا جماعة اختياراته من لكل حاجة منتقاه يعني كده ما شاء الله. خلصت كده بقى، وطبعا الكبسة على النار اساسا انا يعني ما عملتش قدامكم، ما عملتهاش قدامكم لان على ما اعتقد ان احنا عاملينها سوا قبل كده. رحت بقى اغسل الحاجات بتاعتي دي عشان اول باول كده، ما عنديش حاجة في الحوض غير دول، مكان القطاعة ومكان المبشرة، ودي البولة اللي عاملة فيها السلطة. فقلت اما اغسل اول باول، لان انا بصراحة اليوم ده انا كنت تعبانة تعبانة، واصلا لسه برضو التعب يعني في جسمي، بس الله المستعان. فانا مش عايزة اكوم على نفسي شغل، وفي نفس الوقت عايزة اخلص واقعد. يعني انا حتى حاجة الكبسة كنت مقطعاها عندي، يعني كنت مقطعة البصل، مقطعة الفلفل، مقطعة الطماطم، واللحمة متقطعة جاهزة اساسا. حتى والله طلعتها من الفريزر، شطفتها، غسلتها وحطيت لها ليمون، وسبتها في الليمون شوية، وبعد كده نشلتها من الليمون وطبختها في حلة الضغط علشان انجز نفسي. انا غالبا بحب اعمل الحاجة في الحلة العادية يعني، بس لما اكون مستعجلة وعندي ضغط وعايزة انجز الوقت بسرعة بستخدم حلة الضغط. وبصراحة كان الوقت بقى خلاص يعني عدى بقى وميعاد بقى ان جوزي هيرجع بقى من شغله، لازم يكون الغدا جاهز برضو، وبعد كده بيطلعوا بقى مشوار تاني، هو وابني يمشوا يروحوا مثلا جيم ولا يروحوا مكان، فلازم يا جماعة يكون الغدا في ميعاده يعني. وهو قال لي اجيب اكل من بره بيك ولا حاجه، بس انا قلت له انا لا، انا مطلعه عامله حسابي يعني على الغدا، وهعمل حاجه سريعه. هي كانت سريعه، وانا يعني عامله حسابي ان عندي خضار متقطع، ومش مش هقف كتير يعني. وانا بنتي ما بتعرفش تعمل الكبسه يعني، عشان كده ما عملتش مكاني اليوم ده الاكل ولا حاجه. لكن هي والله لما بكون مثلا مسافره مع باباها لشغله، او رايحه في مكان وهتاخر، بتقوم ممكن مثلا متبله سمك، عامله حاجه في الفريزر، بتطلع وبتعمل هي. انا بخاف عليهم بس يا جماعه، انا بخاف عليهم من وقفه البوتاجاز. واي نعم كل الامهات لازم تعلم بناتها بتاع، هم متعلمين وشاطرين وكل حاجه، بس انا اللي بخاف عليهم، انا اللي يعني ايه، بخاف يعني. الوسواس والشيطان اعوذ بالله بيهيأ لي حاجات كده بترعبني عليهم، ما بحبش ان انا اعرضهم لحاجه يعني. بس يعني وقت الجد والله بيقفوا وقفة بجد، ربنا يبارك فيهم ويحميهم. اهو شايفين بقى منظر الكبسة جميلة جميلة، كانت لذيذة. والسلطة دي جوزي قال لي لا انا عايز سلطة، عملت له سلطة كده وبحمص وفلفل وطماطم وخيار، طلعت له يعني
يعني كمية قليلة. بجد يا جماعة هموت وانام، هموت وانام بجد، حاسة ان انا تعبانة ومرهقة بقى. دخلت اخدت دش مكان الطبيخ بقى وكده. البيجامات دي حلوة قوي بصراحة، بتاعت بنتي مش بتاعتي، بس مقاسي يعني وعجبني، فقلت لها انا عايزة اخد دش، فراحت جهزت لي بقى البيجامة كده وتمام. دخلت بقى هم يعني انا دخلت اتغدينا، وبعد كده غسلنا شطبنا المطبخ وكده، وبنتي خرجت بقى مع باباها، جابوا لي طلبات ناقصاني، يعني ما كنتش هقدر اخرج بصراحة. جابوا لي بقى ده صابون غسيل مواعين، وده معطر ملابس، واتفاجئت ان هم جايبين لي فريدة اللي هو ب11 ريال ونص. ايه يا جماعة ده انتوا ما شاء الله يعني، كل حاجة من اللي هي ب11 ريال ونص، ده لما بطلع معاكم بتبقوا عاوزين ابو 5. فالمهم لقيتهم جايبين لي حاجات، وجابوا لي فحم، كنت جايبه لهم فحم وبخور ومبخره بقالي قرن. جابوا لي الفحم وجابوا لي المبخره والبخور، بس ما عجبنيش البخور ده. البخور ده من ابو 5 يعني، بس ما عجبنيش، ريحته هاديه هاديه، يعتبر ان هي تكاد مش موجوده، اللي هو مش عارفه ايه المقام ده. لا مش حلو، انا بختار البخور يكون ريحته إيه يعني، نفاذه كده. وسفرة طبعا، واللي هو الاسترتش النايلون ده كنت عايزاه، كنت محتاجاه جدا. وكمان اكياس تلاجة اللي ما توفقوش فيها، اللي هي النايلون دي، واكياس التلاجة. اكياس التلاجة طلعت وحشة. وكان ناقصني بصل بقى، وكان ناقصني بطاطس. كان ناقصني كام حاجة في المطبخ يعني. ده البصل بيجي مغلف كده، والبطاطس كمان بتيجي مغلفة. وكان ناقصني طماطم، برضو جابوا بتاعة الطماطم دي. وما كانش عندنا مية شرب خالص خالص، جابوا لنا مية. وكنت عاوزة مانجا عشان العصاير وكده. جابوا اللي قولي مانجا من دي اللي هي المصري دي، حلوة 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 قوي قوي المانجا دي ما شاء الله. وفلفل اخضر وليمون اهو، كان الليمون مش بقول لكم الليمون خلص من عندي. جابوا لي الليمون والكوسه طبعا ديت، انا بحب الكوسه جدا يا جماعه، بعمل بيض بالكوسه الصبح في الفطار، بيبقى لذيذ قوي. وخيار، وكمان برنجان اسمر. تمام. وبنتي بتحب الرمان جدا، جابت رمان. وبعد كده هتتعشوا ايه يا جماعه، تعملوا ايه؟ طبعا ده مش دلوقتي خالص بقى، مش بعد الطلب على طول، مش بعد ما اجوم من بره. دخلوا بقى قعدوا كده، وانا بجد بجد ما كنتش قادره ان انا اقوم اعمل عشاء ولا اصلا يعني كان في بالي اي افكار. فكان حوالي داخلين على الساعه 12 او 11 ونص بالليل، 11 ونص 12 كده. فجوزي طلب لهم من تطبيق بركه ده دونت، وعملت لهم شاي بلبن كده. وكان اليوم بتاعنا كان مضغوط، يعني مضغوط بالنسبه لي، ان عشان انا ما بطلع بالنهار، حتى لو انا مش تعبانه اصلا بتعب جدا. فحتى في مصر يعني ما بطلع بالنهار وفي الشمس وكده ببقى تعبانه. فشايفين حتى اصلا انا مش قادره حتى ان انا اكمل اليوم. عملت لهم بس شاي بحليب كده، انا ما بشربش الشاي بحليب بالليل، اشربه بالنهار الصبح، لكن بالليل لا. ولو اكلت زبادي ما اكلش، ما اشربش لبن، حاجه منهم، ما كترش من الحليب او الزبادي. بس اكلت دونات كده ومش عايزه اقول لكم ان قمت في نص الليل سكري عالي جدا جدا، وجوزي مبقاش عارف يعمل لي ايه، بقى محتار فيا وانا سكري لما بيعلى يا جماعه بينقذنيش غير عيش وجبنه، تفهموش يعني عيش وجبنه. جوزي عمال يعمل لي عيش وجبنه وياكلني، عيش وجبنه وياكلني، وانا ما باكلش عيش اصلا، انا ما باكلش عيش عشان اساسا بيرفع السكر. بس سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، لما بيجيلي السكر يعلى قوي عندي، اللي بينجدني او يخلي الرعشه تبقى تطلع من جسمي بقى، ولا الدوخه ولا القرفه ولا كده، عيش وجبنه. جبت بقى علبتين حليب مبخر كده، قلت بقى ايه ده، الكوبايات دي تاخد حليب مبخر كتير؟ لا لا لا، والله ربنا كان مبارك، واخدت علبة واحدة بس من الحليب المبخر. والشاي طبعا عاملاه لهم بسكر طبعا، هما عادي ولادي يعني ما لهمش ان هما، ربنا يحفظهم يعني، ان هما يشربوا من غير سكر. حطيت بقى الشاي الحليب اللي هو المبخر ده يا جماعه عدني،
او بالجنزبيل والكركم واللي هو الزعفران. حلو جدا جدا من لونه. طبعا نفسي يكون موجود في مصر عشان بصراحة احنا بنحبه جدا مع الشاي. اهو شايفين، الحمد لله يا رب، الحمد لله. ربنا يبارك. ربنا حط البركة في علبة الحليب وقضت ال4 كوباية بس كده. وده كان اليوم بتاعي يا جماعة. يا رب يكون عجبكم وتكونوا اتبسطتوا معايا كده وقضيتوا معايا يوم. وحقكم عليا ان انا تعبانة والله ربنا يحط العالم. متنسوش بقى لايك حلو كده وكومنت للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان لما انزل اي فيديو يوصلكوا كده، ونقعد نتشارك مع بعض الحاجات اللي احنا بنعملها في اليوم. اعلمكم حاجة، تعلموني حاجة، تلفتوا نظري لحاجة. بس كده احنا صحاب واخوات في الله، وربنا يديم الود والمحبة يا رب. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامة.